السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم بالممبار اللي احنا نضفناه كده من كام يوم مع بعض، اللي هو الهانك ده. هنعمل سجق، سجق بيتي يعني. تمام. هنحتاج بقى للكميه، طبعا الكميه اللي انت عايزاها اعمليها، يعني ممكن تعملي نص، تعملي، وهي كده كده بترمي معاكي في الزياده اكتر. بس طبعا ميزه السجق بتاع البيت يا بنات ان مش هيبقى فيه يعني الدهون، اللي هي مش الدهون، فيه دهون برضو بس قليله مش كتير. مفيش بقى فيه القراقيش وباقي العظم والحاجات اللي بيحطوها زي الجزارين دي، يعني بتاكليه بتحسي ان هو معظمه حاجات كده ايه، مش لحمه، يعني جزء لحمه وجزء حاجات تانية. طبعا اللحمه دي انا هعصر عليها ليمون معاكم زي ما احنا متعودين، وانا حاطه لها معلقه السكر اللي احنا متعودين عليها عشان السوا. تمام كده. وانا هكتب لكم تتبيلات اللي هي توابل السجق في صندوق الوصف برضو. هكتب لكم، هي بتتباع عند العطار يعني، بس انا دي برضو عاملاها. هكتب لكم اللي انا عاملاها، وانت كده كده لو عايزه تعملي بتجيبي بهارات سجق من عند العطار، من عند اي عطار او من فتح الله، يعني منافذ فتح الله موجود فيها التوابل دي. تمام. انا كده حطيت سكر على اللحمه، وحطيت معلقه سكر، وحطيت عصره ليمونه. دول كده حوالي كيلو لحمه. هنا هحط عليهم، هحتاج معلقتين هريسه، اللي هي شطه الهريسه دي. مفيش، ما تحط، مش مشكله يعني. انا كده كده هحط معلقتين، معلقتين بس صغيرين. تمام كده. وطبعا لازم احط يا بنات ملح، لازم بحتاج الملح ده، احط حوالي كده معلقتين، حبه ملح كده لازم املحه بس. تمام كده. وهحط معاكم ده يا بنات توم مفروم، بس هو يعني سايل كده. ليه؟ طبعا احنا السجق بنحتاج له ميه، بنحطها في اللحمه عشان تسيل اللحمه وتنزل معانا سهله في الممبار. تمام. ده كده حوالي 3 فصوص توم مفرومين في الكبه بمعلقتين ميه، عشان بس يبقوا ايه، تنعمهم لي، ما يبقاش التوم ظاهر قوي فيه. تمام. انا هحط بقى ال3 فصوص توم دول فين؟ في التتبيله دي بالميه. تمام كده. خلاص. على السجق طبعا ده اللي بيديله ريحه السجق والطعم الجميل. تمام كده. وبعدين هحط معاكم دول كده، انا حطاهم عشان انا لحمتي حمرا نوعا ما فيهاش دهون، بمعنى دهون انا عارفه، فهحط لها معلقتين سمنه علشان تعوض لي وتطري لي الايه، السجق. تمام. يعني انا لو عندك دهنه جمبري حطي، اللي بيقولوا عليه البوش ده مفيش مشكله، انا مش عندي، خلاص هنتصرف. تمام. وهيديني مذاق برده جميل جدا. تمام. هبتدي بقى احط معاكم اللي هي توابل السجق تحطي بالمعلقه الصغيره. هحط من التوابل المتخلطه عندي دي يا بنات حوالي كده قد مثلا 5 معالق صغيرين. تمام. 5 معالق صغيرين كده. طبعا التتبيله دي انا عاملاها، بصوا يعني مخلطاها لاستخدامات تانية غير السجق، يعني ممكن بعمل بيها اي حاجه بطعم السجق. تمام. انا هحط بقى كده معلقه، يعني احط 4 معالق صغيرين يكونوا مليانين على الكيلو. تمام كده. تمام. انا حطيت 4 اهم، ممكن تحطي 5، يعني انا بالنسبه لي عشان يبان ايه تتبيله السجق بس كده مش اكتر. تمام. طبعا انا بقى هتبل التتبيله دي واعجنها كويس معاكم، وهسيبها طبعا شويه، ولازم هحتاج معايا قد كوبايه ميه كده، شايفين؟ هاخد منها على حسب ما احتاج. تمام. حسب ما انا احتاج عشان يمشي معايا. طبعا لازم تعجنيها بايديكي كويس. طبعا عايزه اقول لكم بهارات السجق هتخليها ريحتها جميله. انا لو حسيت ان انا مش شامه البهارات قوي هزود برده معلقه بصراحه كمان. خلاص. تمام. وهسيبها شويه، لان لما اسيبها شويه بتبتدي ريحه السجق بتطلع وبتبان وتظهر، يعني العجينه بتختمر في الخلطه شويه. فانا هسيبها حوالي كده نص ساعه، وابتدي اشتغل بيها معاكم ايه في السجق، وهقول لكم هنشتغله ازاي وبسرعه وبكل سهوله. تمام كده. تمام. بصوا انا برضو هزود توابل زي ما قلت لكم. طبعا هي اللحمه كده لما اجي انزلها سواء في القمع او في، بصوا ماسكه، مش هتساعدني على النزول، فلازم بص كوبايه الميه دي احط نصها واشوفها الاول، ادعك واشوفها، احط نص كوبايه، يعني نص كوبايه. تمام. لقيتها كويسه. تمام. خلاص. انا هبتدي اعجنها. انا مش عايزاها طبعا تبقى شوربه، يعني عايزاها تبقى ايه، سلسه كده عشان تنزل معايا ايه بكل سهوله في الايه، في القمع. تمام كده اهو. تمام. انا حاسه ان هي، بصوا لسه عامله زي عجينه العيش بلحمه، لا محتاجه تتسيل شويه، فهحط. فانا ممكن ما احتاجش اكتر من كوبايه الا ربع على الكيلو. تمام. على الكيلو يبقى كوبايه الا ربع ميه بالظبط كده، عشان ابقى اديتكم برده مقدار سليم. تمام كده. وبرده انا هزود للامانه معلقتين من بهارات السجق دول كمان، يعني يبقوا 6 معالق. تمام. طبعا بصوا هي كده بقت طريه، وانا برده حاسه ان انا محتاجه شويه ميه كمان، هزود كمان حوالي يعني كوبايه الا حاجه بسيطه. تمام كده. او كوبايه من بتاعه الشاي على الكيلو، يبقى انت كده تمام، عشان اللي بس الكوبايه دي مقدارها معايا اكتر من كوبايه. تمام اهو. هي كده انا وصلت. بصوا يعني ايه تعرفي مقدارها ازاي الميه؟ بصي
تعملي كده تتكي عليها، بصي تلاقيها بتطلع كده. هي لو لحمه واتكيتي عليها مش هتلاقيها بتطلع كده. بصي اهو، بصي انت اتكي على ايدك كده، بصي كده يبقى معناها ان هي هتنزل معاكي سلسه ان شاء الله. انا هسيبها ترتاح شويه وارجع معاكم عشان نشوف هنحشي السجق هنعمله ازاي. هنا يا بنات بعد ما حشيت السجق معاكم، طبعا هوريكم دلوقتي انا عملته ازاي بسرعه. ده في نص ساعه كده حشيته، في اقل من نص ساعه زي ما انتم شايفين كده. عبيته ولازم بتعلقيه على حامل ينشف ليله بحالها، تمام. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بصوا اهو انا معلقه على حامل اللي هو بتاع معلقه توزيع، ده كان عندي مش بستخدمه، فانت اي حاجه عندك شبطيه عليها، تمام كده. بالنسبه بقى لجزئيه اللي انا بعمله ازاي، طبعا انا بستخدم هنا معاكم يا بنات زي ما انتم شايفين اللي هي مكنه البيتي فور. شايفين انا معبياها اللحمه اللي انا تبلتها معاكم، لحمه السجق كده زي ما انتم شايفين اهو. خلاص مليت المدفع كده بتاعي تمام. وطبعا المفروض دي بتقفل بعد ما بحط الايه الجزء ده اللي هو بتاع البلبله اللي بتزوق معايا بتاعت حاجات الحلويات. بس انا قطعها زي ما انتم شايفين كده بسكينه، حميتها على النار وقطعتها مره واحده وسويتها عشان ما تبقاش ايه الحروف هنا يعني مشرشره فتقوم تقطع لي المصران، تمام كده. طب النقطه اللي جايه ايه بقى، ان المصران ده عشان يخش معاه كويس، سواء هتحشيه رز سواء زي ما قلنا هنستخدمه في حاجات كتير في السجق. بصوا لازم احطه في ميه عشان يفتح كده، لان هو هيبقى ناشف من الملح اللي احنا طبعا عملناه فيه يا بنات. فهيخش معاكي لو حاولتي تدخليه من غير ما يبقى منقوع في ميه هيتقطع منك. فلازم تسيبيه في ميه كده حوالي ربع ساعه، فالميه دي هتلاقيه فتح. بص ازاي انتفخ وفتح ازاي، وده اللي انا عايزاه. ده بقى هيسهل عليكي انتي الشغل جامد جدا، تمام. هوريكم دلوقتي. انا بالنسبه لي ادي راس القمع اهي، لازم هجيب كده طبق جنبي فيه زيت وانا بشتغل وايه، وهملس على القمع ده بالزيت، تمام كده. وهجيب اي شريحه هتقابلني هستخدمها اهو زي ما انتم شايفين كده، مش هقطعها ولا حاجه بطولها. شايفينها قد ايه اهي، شايفينها اهي، بسم الله ما شاء الله. هنستبعد دي كده شويه واوريكم بكل سهوله. طبعا لازم يا بنات في عندي طرف بشبطه وطرف بايه بربطه اهو. يعني الطرف اللي هشبطه اهو هدخله بس كده، هوريكم ايه هنزله بس فكده ايه اهو، تمام اهو. انا كده بحاول ادخله زي ما انتم شايفين اهو، ولازم انشف ايدي بس انا هربط. والطرف التاني ده بربطه، اللي هو الطرف ده بيتربط تمام اهو، اللي هو اخر المصران اللي انا ايه هحشيه، تمام. بيتربط كويس كده بتجمديه، تمام كده. هنشف ايدي بقى كده وابتدي بصوا ادكك الايه، ادكك طبعا هنا الميه دي ميه لازم انا بنشفها عشان ما تزفلطش مني وتزحلق لي الايه الشغل اللي انا بعمله. يعني بصوا لازم كده الميه دي، لان انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى لزجه فاهي، او بتبقى يعني بتتزفلط منك. فانا بقول لك طريقه برده سهله عشان تبقى ايه الشغل بنضافه. بصوا انا بعمله كده اهو، استبعد الزيت خلاص. بصوا كده اهو، بصوا شايفين ازاي بعمله على ايدي كده اهو، بتبقى اشبط بسرعه اهو. بصوا اهي، بصوا انا بلف كده اهو. بصوا سهولته علشان هو اهو. بصوا يعني ايه، انا اول ما قلت لكم في الفيديو في البدايه حسيته ايه رفيع، تمام. لا انا حبيت اقول المعلومه دي عشان مهمه بس للامانه، عشان اللي يعمل تبقى سهله عليه. بصوا اهو قدامكم، انا ما بسرعش الفيديو ولا حاجه اهو اهو، تمام. وطبعا القطعه دي بسم الله ما شاء الله طويله، قطعه سجق طويله، يعني قطعه تعمل لي علاقه سجق حلوه يعني، تمام. خلاص طبعا انتوا شايفين مقدار الممبار ده يعمل لنا قد ايه. انا خلصت الكميه بتاعت الكيلو دي، ترمي معانا كده في الميزان كيلو وشويه. فالكميه الممبار دي تعمل لك كميه حلوه يعني. سجق تعملي ممبار محشي رز اللي انت عايزاه بقى، سجق فراخ زي ما قلت لكم هعمله معاكم بس بعد كده، تمام اهو. بصوا شايفين انتوا، بصوا متحوش ازاي بكل سهوله. بصوا هو ده تمام اهو. ولازم الزيت في بدايه القمع. طب في ناس مش عايزه تعمله على مكنه البيتفور، وطبعا هي دي سهله بصراحه، بتسهل كتير قوي قوي قوي، تمام. اعمليه بالقمع العادي مفيش مشكله، بس تتبعي برده نفس المعلومات دي. الزيت برده انك تحطيه في ميه عشان يسهل عليكي، تمام. وهتزقيه بمعلقه كده طويله او حاجه، وتبتدي ايه وتحطي طبعا تسيليه بشويه ميه عشان يجري معاكي ايه اسرع، يعني ايه ما يغلبكيش، تمام اهو. طبعا شايفين الممبار بسم الله ما شاء الله القطعه طويله، فلازم هتاخد معايا ايه وقت. انا متعمده اوريكم التشبيطه دي عشان تبقوا فاهمينها، ما تقولوش ايه انا يعني لا، قدامكم اهي تمام اهي. خلاص انا بلف كده الاجزاء دي كده زي الخيط على ايدي، وببتدي بقى ايه بصوا اشبط كده اهو اهو اهو. طبعا عندي كمان القمع يعني ايه العنق بتاعه مش طويل، تمام اهو. بس انا هحاول ان انا ايه ادككه عشان اوريكم بس ايه الدفعه. هي الدفعه سهله مفيهاش منها اي مشكله،
دفعه اللحمه مفيش منها مشكله. انا مش هكتفي بكده عشان دي اخر جزء لحمه معايا، بس انت هتكملي تكيك عادي عشان ما اطولش عليك وقت الفيديو. وهبتدي بقى احط كده، بصوا طبعا لازم بعدي المصران من الايه، من الفتحه دي تمام كده، وايه اظبط الوش بتاعي كده اهو ان انا ايه هشتغل بيه تمام، واركبه على مكنه البترول زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا الرخامه عندي نضيفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا هبتدي بقى ايه ادفع بالايه، بالمسدس. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين ازاي؟ طبعا هو ما اتقطعش ليه؟ عشان الميه اللي احنا نعينه فيها. بصوا شايفين انا كده خلصت كل اللي كان في المكنه شايفين، ولسه عندي الممبار يعني تشبيطه حته صغيره. طب انا عايزه هكمل مثلا دي، وعندي انا ما دككتش دي زي ما وريتكم كده، هبتدي بصوا ادخل، بس انتوا طبعا دككوا لي الاخر ده يبقى احسن. طب انت مثلا عايزه كده ايه تعملي خلاص، حاولي تنزلي اللحمه لتحت. انا هكمل الجزء ده بقى معاكم عشان اوريكم ازاي بربطه. هنا معاكم يا بنات زي ما انتم شايفين كده القطعه اللي انا عملتها معاكم، بس طبعا انا عشان طول الكاميرا مش جايباها. بصوا شايفين اخرها تمام. انا هجيبها طبعا بعد ما بخلص بربط الطرف التاني زي ما انتم شايفين كده تمام. الطرف المفتوح عندي بقفله وبوزع اللحمه عادي، بس زي ما قلت لك انت تشبطيه للاخر بيبقى احسن. عايزه حاسه انك بتتلخبطي وهتقللي طول القطعه مفيش اي مشكله تمام. انا هاجي من هنا بصوا كده من المنتصف هلفه كده وابتدي. بصوا هعملها معاكم شايفين كده. بصوا اهي بعمل بايدي كده حسب طول الصباع اللي انا عايزاه تمام. طبعا انا عندي كده طرف وطرف شايفينه. هجيب اي طرف فيهم سواء الشمال او اليمين على التاني تمام كده، وبعدين هسحبه من هنا. يعني اجيب الطرف ده كده اجيبه من هنا تمام، اسحبه كده شايفين اهو. يبقى انا كده ايه اهو قفلته. اجي تاني هعمل نفس الحركه اهو. بالنسبه اللي ما بيعرفش يعني يقفله اهو كده، بجيب طرف كده الطرف ده اجيب اوله ادخله في الايه، في الفتحه اللي انا عملتها وهكذا. بصوا كده اهو اهو، واجيب طرف على طرف، واجيب الطرف اللي انا حطيته من فوق ده اهو الطرف بتاعه اسحبه من جوه الفتحتين اللي انا عملته تمام، وهكذا واسحب كده واخد. خدي برده الايه المقاس اللي انت عايزاه. عايزه تعمليه كده، طب عايزه تعمليه البيتزا مثلا من غير ما تقطعيه ممكن تعمليه كده. بصي شايفه اهو، شايفه يعني نقانق صغيره من غير تقطيع مثلا، بس دي هتبقى صعبه عليكي بالتشبيك شويه. هتدخلي كده على طول اهو مثلا اهو. بس انت الاحسن اعمليه ايه عشان هيبقى صعب عليكي، اعمليه صوبع، ان دي بتاخد ايه بتاخد يعني وقت شويه في التظبيط تمام. فانا زي ما قلت لكم كده اهو هسويه اهو مثلا تشبيطه اهو تانية اهي ماشي اهو اهو تمام كده. وتبتدي برده هنا كده هعملها على 2 اهو زي ما انتم شايفين لغايه لما اخلص الايه العلب. طبعا ده لازم بتشطف تحت حنفيه شايفين يا بنات اهو. انا هوريكم بسم الله ما شاء الله شايفين طريقه عمل السجق سهله ما فيهاش اي حاجه والله العظيم. حاولوا تجربوه تعملوه احسن من مره وانضف مليون مره من بره. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم فيديوهات تانية جديده ان شاء الله. السلام عليكم.